كل سنة وانتم طيبين ومساء الفل وأهلا بيكم ولقاء جديد من آخر النهار. صورة عبد الحليم حافظ، صلاح جاهين، كمال الطويل، الأعمال الجميلة الخالدة، كلهم فنانين عمالقة رسموا صورة حقيقية للمواطن المصري. هنا بيرسموا صورة للعامل، هو مكانه بارز في الصورة. ده كان زمان الستينات وما أدراك ما الستينات. قال لك ما تقول الستينات وما أدراك ما الستينات، ما ينفعش تقول إن أنا ماشي على خطى عبد الناصر. ده دونت ميكس. مكسكوا ازاي دول؟ ما ينفعش. يعني أنا اختار لنا حاجة من الاتنين، يعني نقول إن إحنا عبد الناصر الستينات وما أدراك ما الستينات، ماشي الحال، خلاص ده رأيه وحر. اللي يقول كده رأيه هو حر، إنما ما ينفعش إن إحنا نرجع نقول بعد شهور وما حصلش حاجة جديدة يعني ان العمال وعبد الناصر والحديد والصلب وانا ماشي على خطى عبد الناصر وبنكمل مشوار عبد الناصر. دونت ماكس. ايه يا جدعان في ايه؟ معلش، دي بنشوف العجب. على كل حال، كل سنه وانتم طيبين، العمال مصر بخير، يا رب يكون السنه الجايه افضل من السنه دي. السنه دي العمال في حسب تقرير التعبئه والاحصاء في جريده التحرير نازل النهارده خبر العمال اللي هو قال عنهم الرئيس انه لن يشرد عامل في عهدي. اتشرد 850,000 منذ بداية الثورة، فلو قسمناهم نصين منذ بداية الثورة حتى الآن، يعني بمرورا بال 11 شهر ولا 10 أشهر اللي حكم فيهم الرئيس الدكتور محمد مرسي، اتشرد 850,000 عامل من الأعمال. ده طبقا لتقرير التعبئة والإحصاء، مش رأي واحد أو حقوق إنسان أو بتاع. وديك شايفين احنا الصورة اللي جبناها بتاعت الأغنية بتاعت عبد الحليم حافظ، الصورة المتحركة اللي كانت موجودة كانت صورة إضرابات العمال الكثيرة اللي كانت موجودة امبارح ولا امبارح، وفي عمال في المحل رفضوا الاحتفال بعيد العمال أصلا وهم مهمشين.